ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر. طبعا الفيديو ده اللي الناس كتير جدا 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 سالتني عليه، هو انت عملت ايه في حياتك علشان توصل للمستوى ده؟ طبعا انا هحكي لك في الفيديو ده الحاجات اللي انا مريت بيها، والطريقه اللي انا كنت بتمرن بيها، والحاجات اللي انا ركزت عليها في البدايه، الحاجات اللي انا بعد كده بدات ان انا اطور منها اكتر لحد ما وصلت للمستوى اللي انا فيه. طبعا لو انت متابعني من فتره، طبعا احنا اكيد بنعمل انترفيوز للناس، بنحدد مستواهم وبنحاول ان احنا نعدل لهم الاخطاء اللي عندهم، علشان لما يشوفوا الفيديو بعد كده يبداوا ان هم يشتغلوا على الاخطاء ديت، وده بيحسن مستواهم. فلو انت لسه جديد في القناه، ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، وتسيب لي كومنت دلوقتي حالا بانت بتتمرن ازاي في الانجليزي، ومستواك ايه حاليا على حسب اخر تحديد مستوى انت عملته، وهقول لك انت محتاج تعمل ايه علشان تطور منه. وطبعا كالعاده الناس اللي عايز تتكلم معايا او الناس اللي بتحب الفيديو جيمز بشكل عام، هسيب لك في الديسكربشن دلوقتي حالا اللينك بتاع التويتش بتاعي. بنعمل لايف كل يوم الساعه 2 صباحا بتوقيت الامارات. تقدر تدخل عندي في التويتش، تسالني اي اسئله، تعمل لي فولو، تتكلم معايا، تسالني على اي حاجه انت عايزها، ونقدر ان احنا نساعدك في اللي انت عايزه. طيب انا بدات اتعلم انجليزي ازاي؟ انا بدات اتعلم انجليزي عامه، اول حاجه اللي خلتني احب ان انا اتعلم انجليزي هو الجيمز. انا اتعلمت انجليزي من الجيمز. يعني في ناس تقول لك انا اتعلمت من الافلام، عادي، صحيح، مش غلط. ناس تقول لك انا بتعلم من الاغاني، ده يعتبر غلط شويه. ناس تتعلم من المسلسلات، ناس تتعلم مثلا من البودكاست، من conversations مثلا بتعملها، ايا يكن. دي طريقه تعلم، يعني كذا طرق تعلم مختلفه، لكن طريقه التعلم اللي انا مريت بيها شخصيا هي كانت من الجيمز. وده طبعا اللي انا بعمله كل يوم على التويتش. سيب لك اللينك في الديسكربشن، ما تنساش تدخل عشان تتفرج وتشوف احنا ازاي بنتكلم وبنتعلم من الجيمز. فانا طبعا بدات مرحله تعلم الانجليزي، او بدات ان انا احب ان انا اتعلم الانجليزي، دي كانت في تقريبا 2011 2012. كنت بلعب جيمز عادي جدا، كنت فاهم اي حاجه خالص. يعني كنت انا بلعب باللعبه، وهم بيتكلموا في دايالوج بيحصل، في حاجه بتحصل، انا بحاول ان انا افهم القصه عن طريق اللي انا بعمله في الجيم، لكن انا حرفيا مش فاهم اي حاجه خالص. وكمان كنت مثلا كنت بدخل في جروبس ليها علاقه بالجيمز، والناس كانوا بيتكلموا عن الجيمز، وكانوا بيتكلموا برضو بالانجلش، وانا برضو مش فاهم حاجه. فانا قررت ان انا بقى لازم ابدا اتعلم، لازم اعرف الناس دي بتعمل ايه والناس دي بتقول ايه، علشان ابدا ان انا اواكب اللي بيحصل حواليا. فبدات ان انا كل حرفيا ما بلعب جزء في الجيم، والاقي مثلا حاجه مثلا او كلمات مثلا جديده، او مثلا حاجه حاسه انها مهمه، او مثلا كونفرسيشن مهمه، ببدا ان انا مثلا اخد منها سكرين شوت، ابدا ان انا مثلا بعمل بوست للجيم، واحاول ان انا اكتب الحاجات اللي بتتقال. بعد ما بخلص كنت بجمع مثلا 50 كلمه، 40 كلمه، ايا يكن، وبعد كده ببدا ان انا اعرف معناهم، اعرف بيتقالوا ازاي، اقولهم، اكررهم، وهكذا. بعد كده ارجع اشوف الجزء ده تاني من الجيم، سواء مثلا كنت اشوف مثلا فيديو، او برجع اراجعه تاني في الجزء ده في الجيم، علشان افهم اللي كان بيتقال. طبعا انت ممكن تقول الموضوع ده هيطول معايا، طول معايا جدا، ويخليني مع ان انا اقعد ابذل مجهود واعيد وازيد وبتاع وما اعرفش ايه. عادي جدا، انت ممكن تعمل الموضوع ده، نفس الموضوع ده بالظبط كنت تعمله في الافلام. لو انت بس بتحبش الجيمز، بس مثلا بتحب الافلام او المسلسلات، ممكن تعمل الموضوع ده عن طريق الافلام. ان انت مثلا تتفرج على فيلم او مسلسل، في حاجه اتقالت لازم يكون في انجلش سبتايتلز شغال. اول ما حاجه ما تتقال انت مش عارف معناها، تبدا تاخد منها سكرين شوت وتسجلها عندك في مكان انت دايما بتستخدمه، او انت دايما بتوصل له. يعني مثلا تكتبها عندك على الموبايل، تكتبش مثلا في ورقه وقلم، لان انت لما تكتب في ورقه وقلم انت ممكن اصلا الورقه دي تضيع مثلا. طيب جمعت مجموعه من الايديومز، من الكلمات، من العبارات، من النطق، من ايا يكن، بدات ان انا استخدمه في محادثات. وطبعا بخصوص الكلمات، انا لسه عامل لك الفيديو اللي فات كنا بنتكلم فيه عن ازاي تحفظ اكبر عدد ممكن من الكلمات. ما تنساش تشوف الفيديو لو عندك مشكله في الكلمات. فالمهم، بعد طبعا ما انت ما جمعت كل هذه الاشياء، تبدا ان انت بقى لازم تستخدمها على ارض الواقع، لان انت بتتعلم اللغه. فتعلم اللغات هو بالممارسه، وليس مجرد بس ان انت ايه بتحفظ وخلاص. فانت عرفت العبارات دي والكلمات دي كلها، تبدا ان انت فعليا تذاكرها، تعرفها، تاخد عنها معلومه، وبعد كده تبدا ان انت تستخدمها مثلا في محادثات، تستخدمها مثلا مع نفسك، تحطها مثلا زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات في اي مثلا ابلكيشن اي، وتبدا ان انت تخليه يعمل لك سيناريوهات او قصص، او مثلا يكلمك عن موضوع انت بتحبه. وده هيخليك ان انت تحفظ وتفهم الحاجات دي، طبعا بعد ما تذاكر البرونانسيشن صح جدا. اكيد طبعا البرونانسيشن من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تركز عليها.
قبل ما تحفظ أي حاجة جديدة. قعدت أعمل الموضوع ده لفترة، وبعد كده بدأت إن أنا أتكلم مع الناس بدل ما كنت باكتب، بدأت أتكلم مع الناس calls، وبدأت إن أنا أستخدم الحاجات اللي أنا باحفظها، وبدأت إن أنا أعيد الgames اللي أنا كنت بالعبها ومش فاهم فيها حاجة بعد ما فهمت الكلام اللي بيتقال، وأكرر تاني لحد ما وصلت لمرحلة إن أنا بقيت باتكلم كويس. الموضوع ده خد مني حوالي سنة، سنة ونص. طبعًا أنا ما كنتش يعني اللي هو متمرس تمامًا، بس أنا طبعًا من غير أي كورسات خالص، أنا كنت باتعلم مع نفسي بالطريقة ديّة. بعد كده لمّا بدأت أدخل بقى في مرحلة الcalls، وبدأت أدخل بقى في مرحلة إن أنا أتكلم voice مع الناس أكتر، الموضوع ده تطور معايا بشكل أكبر بكتير. أول ما مستوايا ما وصل B1 قررت إن أنا لازم أكون باعمل activity في حياتي يخلّيني أستخدم الإنجليش بتاعي بشكل يومي، بحيث إن أنا أحافظ على اللي أنا اتعلمته وأطوّر منه وأوصل لمستوى أفضل. فبدأت إن أنا أدوّر على شغل بالإنجليش. طبعًا ما كنتش متخيل إن أنا إزاي ممكن أشتغل بالإنجليش، يعني ما تخيلتهاش دي خالص في حياتي يعني. طبعًا كنت حاسس الموضوع صعب، ولكن applied وبدأت إن أنا أشتغل في شركة باتكلم بالإنجليش دايمًا، وبدأت إن أنا أستخدم الإنجليش بتاعي بشكل يومي. وده طبعًا كان شغل، فمش هازهق مثلًا ولا هاقول أنا مش هاpractice النهارده أو أنا مش فاضي أو أيًا يكن، لأ، هو أنت بتشتغل وبتتعلم في نفس الوقت. طبعًا قعدت فترة على هذا النظام لحد ما بدأت إن أنا مستواي وصل لC1 من الpracticing والgames والشغل. بدأت إن أنا أشتغل على الaccent بتاعتي. اخترت إن أنا أشتغل على accent مختلفة، ما حبيتش إن أنا أشتغل على الAmerican accent. عرفت إن الناس كلها بتحاول تتعلم American، طبعًا في 90% من الناس ما بتتكلمش American صح، بس هم بيحاولوا إن هم يركزوا على الAmerican. أنا حاولت أركز على الBritish accent علشان تبقى accent مختلفة. وبالتالي بدأت إن أنا أسمع podcast، بدأت إن أنا أتفرج على حاجات British، بدأت إن أنا أركز على الحاجات اللي ليها علاقة بالBritish accent، وبالفعل قدرت إن أنا أحصل على C2 native like level. طبعًا الموضوع ده خد مني كله كده overall على بعضيه من غير طبعًا زهق ولا أي حاجة، خد مني حوالي مثلًا 7، 8 سنين. هل أنت لازم تاخد نفس الفترة دي؟ مش ضروري أبدًا، أنت ممكن تاخد فترة أقل من ديّة، ممكن تاخد فترة مماثلة لديّة، أو ممكن تاخد فترة أكتر شوية. فده طبعًا بيعتمد على قد إيه أنت بتpractice، وعلى قد إيه أنت بتحب الحاجة اللي أنت بتعملها، وعلى قد إيه أنت ممكن توظّف الEnglish بتاعك في الحاجة اللي أنت بتحب تعملها. سواء أنت مثلًا بتحب تتكلم مع الناس، أو سواء مثلًا أنت بتحب تتفرج على أفلام، أو سواء مثلًا أنت بتحب تلعب games، لازم تبقى بتوظّف اللغة بتاعتك أو الحاجة اللي أنت بتتعلمها في حاجة أنت بتحبها، علشان أنت تقدر توصل للي أنت عايزه فيها. وبس كده، دي كانت طبعًا كل حاجة أنا عملتها في حياتي علشان أوصل للمستوى ده في الإنجليزي. ده بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل الأسئلة ديّة. طبعًا لو أنت عندك سؤال ليه علاقة بالإنجليش وعايز إن أنت تعرف ليه رَد مفصّل، سيبه لي في comment دلوقتي حالًا وهارُد عليك في الفيديو الجاي. وطبعًا تاني ما تنساش، لو عايز تتكلم معايا كل يوم وتسألني أسئلة كل يوم وتتمرّن وتشوف إزاي إحنا بنتعلم من الgames، سايب لك link بتاع الTwitch في الdescription. ما تنساش إن أنت تدخل link الTwitch، تعمل لي follow، وتستنى الlive بتاعي. هييجي لك notification أول ما نطلع live، وتبدأ إن أنت تدخل وتتكلم معايا كل يوم. طبعًا بالنسبة للسنة الجديدة، بالنسبة للناس كانت بتبعت لنا على السوشيال ميديا بتاعتنا، في طبعًا خصم 20% على جميع الcourses، سواء أنت بتتعلم pronunciation أو accent أو IELTS preparation، أو مثلًا عايز تحضّر لinterview، أو مثلًا بتتمرّن فأنت عايز تجيب score كويس في الIELTS عشان تسافر أو تشتغل أو أيًا يكن. لازم تلحق الفرصة دي دلوقتي حالًا. تقدر تشوف اللينكات اللي موجودة في الdescription، تدخل تبعت لي على أي حاجة من السوشيال ميديا اللي عندنا، ونبدأ إن إحنا نبعت لك كل التفاصيل عن الcourses. وبس كده. لو أنت كمّلت الفيديو للآخر ما تنساش تعمل subscribe، like، تسيب لي comment دلوقتي بتعمل إيه في حياتك، مستواك إيه في الإنجليزي، وصلت للمستوى ده إزاي، وتسيب لي برضه comment لو عندك أي سؤال عشان نرد عليه الفيديو الجاي، وأشوفكم في فيديو جديد.